احمد. احمد، اسمع حبيبي، تليفونك رن كذا مره. هي الساعة كام دلوقتي؟ لسه النهار ما طلعش. ده مين الغتت ابن الغتت اللي بيرن في وقت متأخر زي ده؟ مش عارفه، رقم غريب بس رن اكتر من 20 مره. هتلاقي عيل تافه من العيال بتوع اليومين دول اللي بيقعد يرن 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 عشان يلاقي واحدة ترد عليه. بس يا ويل يا سواد ليله من اللي هشوفه مني دلوقتي. الو. صباح الخير يا احمد. معلش انا اسف لو بتصل عليك في وقت متأخر زي ده. انا بس كنت عاوز منك حاجة ضروري كده لو ينفع. مين؟ بس عشان الرقم بس مش متسيف عندي والله. انا حسن يا احمد، حسن فتحي صاحبك. انت نسيتني ولا ايه؟ حبيب قلبي معلش، مش معايا غير رقمك القديم. خير يا حسن؟ خير ان شاء الله. انا بس والدتي تعبت شوية امبارح، ولما خدناها المستشفى الدكاترة هناك قالوا لي ان لازم لها عملية، واخوك الدنيا ضيقة معاه اليومين دول، فكنت محتاج منك مبلغ كده سلف لحد ما اقبض الجمعية الشهر اللي جاي. ألف سلامة عليها يا حسن. بس أنا والله الفكرة كلها إن أنا يعني معيش كاش بس في البيت يعني، وإن شاء الله خير يعني، خير بإذن الله. وألف ألف سلامة عليها. انا يعني مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله ربنا يحلها من عنده. وانا اسف مرة تانية اني صحيتك في وقت متأخر زي ده. لا يا حبيبي ولا يهمك. ألف سلامة، مع السلامة. مين ده؟ ده واحد اسمه حسن، كان صاحبي من أيام زمان. وعايز ايه؟ عاوز فلوس. هو أنا بقى ما بحبش الناس اللي ما بتتصلش ولا تعرف الواحد إلا وقت الزنقة، لا، لكن يتصلوا على الواحد ولا يسألوا على الواحد كده من غير مصلحة أبدا، مفيش الكلام. وايه يعني؟ طب من الناس للناس وده امر طبيعي. ده عادي بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لي أنا لأ. طب ثواني، ممكن تسمع كده؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: 4 لا أقدر على مكافأتهم. 4 أصناف من الناس قال إن هو ما يقدرش على مكافأتهم. أول واحد: رجل بدأني بالسلام. واحد بدأ بالسلام، ده أول واحد من الأصناف. ورجل وسع لي في المجلس، يبقى كده ادي الصنف الثاني. اما الثالث فهو رجل اغبرت قدماه في قضاء حاجتي. فاما الرابع فما يكافئه عني الا